الزمالك بيلعب بأي لعيبة، لو هنلعب بناشئين في الدوري هنكمل، احنا مبسوطين واحنا راضيين الحمد لله. مفيش لعيبة لو هيختاروا مشجعين يروحوا يكملوا المباراة احنا هنروح. احنا هنروح نلعب بتيشيرتات الزمالك عادي، بس النادي بتاعنا ان شاء الله مش هيقع. الزمالك مش هيقع. لو اللعيبة بتاعتنا قدرت تبقى رجالة وتقدر تفوز في الماتشات اللي باقية دي، صدقني هننهي الموسم كويس. تاني حاجة النهاردة عبد الله السعيد، عبد الله السعيد يا جماعة ممتع. أنا بحب أتفرج على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهاردة قبل أي قرار بياخده لازم يعمل سكاننج حواليه، قبل ما بيستلم الكرة بيعمل سكان، يشوف زمايله فاضية فين، هيلعب الكرة فين. عشان كده عبد الله السعيد دايما هتلاقيه سابق كل اللعيبة اللي في الملعب، بيدي لنفسه فرصة. ببص مين فاضي ألعب له، فين المساحة الفاضية بلعب فيها، وفين المساحة الفاضية بتحرك فيها. الموضوع سهل. تاني حاجة إن الناس اللي بتتكلم على ناصر منسي، شوف بس الجون ده الأول كده، شوف ناصر بيعمل إيه. ناصر بيقاطع على الكورة من نص الملعب، المدافع بيضايقه وبيكمل معاه وبكل أريحية بيحطها بوش رجله كده في البعيدة بالراحة كده من غير أي إزعاج، سجل الجون التاني ويريح الزملكاوي يريحنا. ناصر منسي تقدر تقول مقومات مش جامدة قوي، بس صدقني مفيش أحلى من ناصر منسي. ناصر منسي كفاية عندي إنه راجل، يكفيني جدا. في مهاجمين تانيين بملايين صدقني ما بيجيبوا جوان أصلا، بياخدوا فلوس يعني قول زي ما أنت عايز. ناصر منسي أنا بحبك، أنت يا ابني فيك حاجة لله، ربنا يكرمك عشان